وصفة النهاردة هنعمل بكوبايتين دقيق بس وبيضاية واحدة شوية البسكوت الحلوين دول. ناجح وهش جدا ودايب 100%. ما كلفناش اي حاجة، بدل ما هروح اجيب علبة بسكوت للولاد ب50 جنيه ولا 40 جنيه، لا انا عملته في البيت. جبت كده الطبق، حطيت فيه نص كوباية من الزبدة بحرارة المطبخ وربع كوباية من زيت الذرة، وحطيت عليهم نص كوباية من السكر البودرة، وبدأت بقى بالمضرب الكهربي اضرب كويس جدا، او تقدري تقلبيهم بايدك بس هيطول شوية معاكي التقليب. اهم حاجة ان السكر يدوب كده في الزبدة واللون يبقى فاتح كده، تقدري بايدك او بمعلقة عادي او بالمضرب الكهربي. تمام كده. بعد كده هي بيضة واحدة بس اللي هستخدمها في وصفة النهاردة. جبت بيضة كده بحرارة المطبخ وحطيت عليها ظرف من الفانيليا بنكهة البرتقال، ونقطة كده لو عندك من ريحة البرتقال. هو عندي الإزازة دي من أيام العيد الصغير، تخيلوا بقى. أو ممكن ناخد بشر برتقانة من بره. بعد كده جبت كوباية، هحط بقى الدقيق، مش هستخدم النهاردة كوبايتين دقيق. نخلت كده الدقيق، لازم دقيق طبعا يكون منخول كويس جدا، وحطيت معلقة واحدة بس من بيكنج باودر ورشة ملح، وهنخل الكلام ده كويس وأقلبه. وبعد كده أبدأ أقلبه على خليط البيض والزبدة والزيت. بس كده، مجرد ما الدقيق يختفي هبطل تقليب، انا مش بعجن. مكون بقى الاساسي بتاعي هو معلقه كاستر، او ممكن لو عندك نشا ينفع بمعلقه نشا، ده هيخليه هش جدا وهيخليه دايب فعلا وطعمه جميل. حطيت بقى معلقه الكاستر وقلبتها لغايه ما اختفت. هجيب بقى عندي الصينيه وابدا اكور كده كور صغيره بحجم كده حبه عين الجمل مثلا، اللي هي بقشرها يعني. هبدأ بقى أكور كده يكونوا كلهم بنفس الحجم عشان ياخدوا نفس السوا ويطلعوا كلهم مع بعض. أبططها كده شوية وهبدأ أشكلها بالمضرب بتاع البيض، المضرب الكهرباء. خدت كده منه القطعة دي، أو شكليه بأي طريقة، ممكن بشوكة كمان. تمام، أعمل إكس وأعمل إكس تانية. بعد بقى ما شكلتها كلها هخليها بقى على جنب، وأعمل الصينية التانية معاكم. الكمية دي كفت معايا صينيتين بنفس الطريقة، طبعا كمية حلوة جدا. محدش هيشتري بقى بسكوت من بره. دخلتها الفرن على حرارة 170، خدت بالظبط 12 دقيقة. بس انتي برضو راقبي الفرن عشان اكيد فرن غير فرني. بصوا بقى، بصوا هش جدا وناجح جدا وجميل، وبصوا من تحت لونه ذهبي وحلو ازاي، حلو قوي. تقدري تزينيه بشوكولاتة او ما تزينهوش باي حاجة، هو جميل. اشربيه بقى الصبح كده مع كوباية شاي بلبن او كوباية النسكافيه، وجربوا كده الوصفة دي، وجميل قوي قوي قوي. انصحكم تعملوه باذن الله، هيعجبكم. متبخلوش عليا بقى باللايك والشير، واي حد عاوز اي حاجة يكتب لي في الكومنتات وقولوا لي برضو رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.